السلام عليكم. وسط ترحيب الأهالي بالحملة الكبيرة التي أطلقتها أمانة بغداد لإزالة التجاوزات بشوارع وأزقة ومحلات مدينة الصدر، خصوصا الحملة اللي جرت على الأسواق الشعبية، سوق مريدي وسوق القيارة وسوق العورة وغيرها من الأسواق اللي موجودة داخل أزقة وأحياء مدينة الصدر، وسط أيضا رفض أصحاب المحلات، أصحاب البسطيات اللي بين قوسين الشنابر، اللي يقولون عيشتنا على هاي البسطية أو عيشتنا على هذا المحل أو عيشتنا بالسوق. نكرر ما تناولناه سابقا، كان من المفترض أن تحدد أماكن للباعة، يعني يوفرون لهم أماكن ويقومون بالحملة، حتى الناس ما تتضجور وتنصدم بأنه يجيهم يوم من الأيام يجي الشفل يزيل بسطيتهم أو محلهم اللي هو أصلا متجاوز. زين، أصحاب المنازل اللي قريبة على الأسواق على الشعبية فرحانة بهذا الإجراء ومكيفة ومرتاحة، وتقول كانت هاي الحملة المفروض تصير من زمان اللي تأخرت، فلذلك نطلب من أمانة بغداد مراعاة الطرفين، الطرف الأول اللي عيشتهم على الأسواق يكون يوفروا لهم أماكن، ويبدون بحملة التجميل لمدينة الصدر، هاي المدينة المظلومة اللي عانت ما عانت منذ الكثير من السنوات.